شنو هو القرين؟ شوفوا، كل إنسان عنده قرين. القرين هذا يشبهك مثل الجني عايش وياك، ما تقدر تشوفه بس هو يشوفك، نسخة منك طبق الأصل، ما يعوفك وين ما تروح وياك. هذا القرين شغلته يوحي لك شغلات ويقنعك بشغلات ويخليك تشك بشغلات غلط. أحيانا من نشك بشخص ونظلمه، هاي كلها سوالف القرين. يعني مثل ما واحد قاعد براسك ويقول لك هي تسويه، هو هذا الباق منك، هو هذا روح عليه. أو مثلا تريد تبوق يقول لك بوق أنت محتاج بوق. فهو يخلي تفكيرك يريحك ويخليك تسوي هاي الشغلات وترتكب جرائم، فتفكيرك يقوم يقنعك ويريحك من وراء على الاشياء السيئه. اذا كان ايمانك قوي ما راح يقدر يتغلب عليك قرينك، راح تتأنى بقراراتك، راح تكون عادل بحكمك، راح يكون عندك ضمير، واللي عنده ضمير بهذا الوقت خليه يحمد الله 1000 مرة. خلونا نحكي على اعراض القرين، شنو ممكن يسوي بيك؟ اول شيء القرين يخليك تحس بالحزن ودائما يحسسك عندك هم ويخليك تبكي. ثاني شيء يسبب عندك عدم الشهية وما يخليك تاكل. ثالث شغلة يخليك تتعاجز ومالك واهس تسوي اي شغلة او تكمل شغلك. رابع شغلة يسبب عندك قلة بالنوم ويسبب لك كوابيس. خامس شغلة يسبب عندك ضعف بالتركيز ويسوي عندك خمول وصداع وإحباط وتقوم تتمنى الموت. فإذا عندك هاي الشغلات بشخصيتك، أعرف منكم هواي عندهم هاي الأحاسيس تجيهم، أنصحك تقرأ قرآن، حتى لو تقرأ لك صفحتين باليوم ويا كل صلاة. ودائما أريدك تتفائل. هواي اكو ناس أي شيء يصير عندها تقلب خلقتها، وهالشي غلط، وتحمس لأي شغلة تجيك. ترى الدنيا عبارة عن فيلم وانت البطل مال الفيلم. حاول تصنع بهذا الفيلم إنجازات، أخذ دور البطولة بالدنيا، لا تصير كومبارس بهاي الحياة.